السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيناس حسنين. كل سنة وأنتم طيبين. حبيت أنزّل لكم كحك من بدري عشان تجيبوا ومكوناته وتعرفوا الطريقة المضبوطة الجميلة عشان تعملوا أحلى وأجمل كحك. كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير بطريقة جميلة. شايفين دايب، دايب من جوّه وهش وجميل، مفرّغ والملبن سايح وجميل بأسهل يعني وأقل مقادير وطريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. شايفين الجمال وهو طالع من الفرن؟ هندخل على المقادير على طول بعد ما نشوف الملبن السايح الروعة ده. شايفين الجمال؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعيد سعيد إن شاء الله. تاكلوا أحلى كحك بالهنا والشفا. امشوا على المقادير مظبوطة والطريقة، هيطلع كحك جميل جدا جدا وناعم ودايب خالص زي ما انتوا شايفين كده. معانا بقى ايه؟ معانا كيلو من الدقيق، معايا نص كوباية من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة دوبتها في ربع كوباية مية ومعلقة سكر علشان تفور معاكي كده، وذرة ملح ونص كوباية مية، ومعايا كوبايتين ونص من السمنة السايحة سيحتها وحطيتها في التلاجة جمدت زي ما انتوا شايفينها كده. هاستخدمها ساقعة من التلاجة. كوبايتين ونص من الكوبايات المعيارية، أو حوالي 550 جرام من السمنة. أنا باستخدم سمنة بلدي على سمنة نباتي كريستال، أو روابي زي ما تحبوا، عشان ما تبقاش الكمية كلها بلدي يبقى تقيل قوي. باستخدم سمنة فلاحي نص الكمية ونص الكمية. كوبايتين ونص وحطيهم، ما تقدحيهمش، سيحيهم بس وحطيهم في التلاجة يجمدوا زي ما احنا شايفينهم كده. حطيتهم في العجان وهبتدي ألفهم لحد ما يعلوا كده شوية. شايفين بقى عامل ازاي؟ او بالمضرب الكهربائي لو ما عندكيش عجان، بالمضرب هيديكي نفس النتيجة، بس هياخد وقت اطول شوية، يعني 5 دقايق اكتر من العجان او 10 دقايق بالكتير يعني. شايفين الجمال؟ يعني كأنك بتعملي بيتي فور او بسكويت الفوم العالي بتاع السمنة مع السكر زي ما انتوا شايفين. شوفوا ملء العجان ازاي. هنفضل نضرب كده اهو. خلاص بسم الله ما شاء الله بقى تحفة. بقى حطيت الدقيق، هبتدي اقلب. دي زي ما تكوني انت بتبسي الكحك. زمان كنا امهاتنا بيقولوا بنبس الكحك. دي طريقة بس الكحك. خلاص انا حطيت الدقيق وبلفه. هي دي العجنة بتاعت الدقيق، لاني ما احط الخميرة والمية مش هرجع اعجنه تاني. شايفين هو اتلم تقريبا. تقريبا العجينة اتلمت معايا بقت جميلة جدا. هحط بقى الخميرة والمية نص كوباية فقط مع الربع كوباية اللي مع الخميرة. لو دقيقك احتاج مية تاني يبقى هي ربع كوباية. الكحك لا يمكن ياخد اكتر من كوباية مية، لا يمكن، هيبقى ناشف. فما تزوديش ابدا. انا حطيت ربع كوباية على الخميرة ونص كوباية مية مع العجن. والمية افضل من اللبن، ما بتنشفش الكحك. الملبن انا معايا الكيلو ده ربع كيلو من الملبن. حطيت له معلقتين كبار سمنة فلاحي ودوبته، ومعلقة من ريحة الكحك، ومعلقة من السمسم، وقلبتهم على بعض. ممكن تضيفي وعجنته لحد ما بقى زي ما انتوا شايفين، وكورته كور وجهزته. انت ممكن تضيفي ريحة الكحك، ممكن تضيفي سمسم على العجينة نفسها، بس انا بحب ريحة السمنة البلدي. بحب احط ريحة الكحك على الملبن بس، او تضيفي معلقة صغيرة من ريحة الكحك على الدقيق زي ما تحبي، او معلقة سمسم محمص برضو زي ما تحبي. انا بحط على الملبن السمسم وريحة الكحك. الكيلو ده ياخد ربع كيلو من الملبن، عليه معلقتين. انا قلبته في معلقتين من السمنة البلدي،
معلقة ريحة الكحك ومعلقة سمسم محمص. احشيه بقى زي ما انت عايزة، انا حاطة بندق محمص. واعملي بالختامة دي بتاعة الكحك الجاهزة اهي، جميلة برضو. بس انا بحب المنقاش العادي طبعا، بحبه اكتر من اي حاجة. ما بحسش ان انا عملت كحك الا ما اعمله بالمنقاش. ممكن ما استخدميش البندق خالص، اعمليه بالملبن بس مش اكتر. او النقشة بقى اللي تحبيها، او كملي بالبصامة، ما فيش مشكلة خالص. انقشي بقى زي ما يحبك، وهاتي الولاد وفرحي الدنيا كده كلها تبقى فرحانة في العيد. كل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ العجينة نفسها جميلة وطرية خالص. مظبوطة، المقادير دي مظبوطة جدا جدا، جربوها هيعجبكم الكحك بالطريقة دي. آم، بيبقى هادي كده، مش حامي. يعني تقدري تاكلي كحكتين وتلاتة ما تتعبيش، مفيش اي مشكلة خالص. الكحك اللي على البارد بيبقى اسهل بكتير في الهضم. اي نقشة بقى تعجبك. شايفين العجينة طرية ازاي؟ حاولي تجهزي الملبن كده، تكوريه، والولاد بقى يساعدوكي وتتبسطوا كده وتفرحوا ان شاء الله. ويبقى عيد سعيد عليكم. الولاد هم اللي بيكوروا لي بقى الملبن، وبينقشوا طبعا معانا ويتبسطوا ويفرحوا. شايفين الجمال؟ طبعا انا لو نزلت لكم ما وراء الكواليس واصوات ولادي هتبقى الفيديو هيجيب مشاهدات اكتر من الفيديو بتاع الكحك الاساسي. بتبقى لمة جميلة وحلوة واحلى كحك. في اللي بيتعمل في البيت ده بتبقى حاجة تانية، واحساس بالعيد تاني. بس بنبقى محتاجين مقادير مظبوطة، واديني اهو نزلت لكم المقادير المظبوطة. شايفين الكحك في منتهى الجمال ازاي؟ بيدخل الفرن بقى على درجة حرارة 180، بياخد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، مش اكتر بأي حال من الاحوال عن كده. الكحك ما بياخدش اكتر من تلت ساعة في الفرن، ربع ساعة ممتاز جدا جدا. شايفين النقشة جميلة وبارزة ازاي؟ حتى بعد الخبز النقشة العادية، شوفوا نقشة المنقاش العادي بتفضل جميلة جميلة وباينة وبارزة، وبتشيل سكر، بتبقى في منتهى الجمال. بياخد يا جماعة ربع ساعة، ربع ساعة لو فرنك مش حامي، يبقى تلت ساعة مش اكتر. وتطلعيه عشان الملبن ما ينشفش جواه. طلعيه وسيبيه في الصاج، ياخد حرارة الصاج لحد ما يكمل السوا بتاعه. وما تسيبهوش اكتر من كده في الفرن، من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير. حطينا السكر وكلنا وبسطنا الولاد بالسكر الالوان. احلى كحك مع احلى ناس واحلى عيد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعيد سعيد عليكم. كانت معاكم إيناس حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.